بيقول عليها الخلطه الجباره اللي تعمل معاك كل اللي انت عاوزه مع الفراخ. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ النهارده اليوم الرابع والعشرين في دوره الفراخ بتاعتنا. النهارده 24 يوم، وما شاء الله زي ما انتم شايفين حركه الفرخ وحيويته وحجم الفرخ ما شاء الله. اوزان تبارك الله حاجه زي الفل. يعني الفراخ اللي قدامنا دي متوسط الاوزان بتاعتها معدي الكيلو ونص على عمر 24 يوم. فطبعا الاوزان كويسه جدا. شكل الفرخ زي ما انتم شايفين قدامكم كويس قوي، وحركه الفرخ قدامكم كويسه. فبرضه لازم نأمن نفسنا في الفترة دي. فترة 24 يوم دي أخطر فترة في تربية الفراخ طول الدورة بتاعتنا. في الفترة دي من عمر 22 23 يوم بيبتدي مناعة الطير تلاقيها ضعفت معايا. من أول 22 23 يوم لحد ال 28، يعني في حدود 5 أيام. في الفترة دي معظم الأمراض الفيروسية الشديدة بتمسك في الفراخ في الوقت ده. يعني زي الفيروسات اللي هي الاي بي والاي ال تي، الجمبورو، الحاجات الشديدة دي كلها اللي بتعمل معايا نافع عالي في الفراخ في التوقيت ده. بتمسك في الفراخ من بعد عمر 22 23 يوم، وبيبدأ يظهر الفيروسات دي وبيبدأ يظهر أثرها على الفراخ في التوقيت ده يا جماعة. فلذلك احنا لازم نعلي مناعة الطير بتاعنا، ولازم نهتم بالطير بتاعنا، ناخد بالنا منه. يعني احنا الفراخ ما شاء الله معانا زي الفل زي ما انتم شايفين اهي تمام. لازم ناخد بالنا من الفراخ من عمر 22 23 يوم لحد نهاية الدورة بإذن الله. على ال 30 بتلاقي خلاص الفرخ عدى معاك بقى. بعد ال 30 اللي هو 3 4 أيام اللي بعد ال 30 دول ما بتقلقش منهم بإذن الله. طب نعمل ايه عشان الفراخ اللي قدامنا ديت تفضل ماشيه معانا تمام خلال الاربع ايام الجايين دول، ما يبقاش فيها اي مشاكل باذن الله. وفي نفس الوقت الفراخ تشيل معايا وزن بدري بدري. يعني انا عاوز ان الفرخ يمشي معايا ما يبقاش في مشكله، حيويه عاليه، مناعه عاليه، يستحمل معايا الامراض اللي في الجو ديت. في نفس الوقت يمشي معايا بدري. في برضه مرض رخم جدا بيجي للفراخ كلها في التوقيت ده من بعد عمر 22 يوم 23 يوم. بتلاقي الامراض التنفسيه مسكت في الفراخ. يعني تلاقي حاجه اسمها طشمه، خرخره، خرفشه، خروشه، زي ما تقول. احنا سمعنا كل الاسماء اللي ممكن يتقال عليها. الطشمه دي بتيجي للفراخ في التوقيت ده من عمر 22 23 يوم، وتلاقيها ماسكه صدر الفرخ معاك لحد ما تيجي تبيع الفراخ او تذبح الفراخ ان شاء الله. طبعا زي ما قلنا بسبب ان الفراخ في التوقيت ده بيبقى مناعتها ضعيفه. طيب انا عاوز الفراخ تعدي معايا ما يبقاش عندها الطشمه دي، لان الطشمه دي مشكله كبيره جدا. الطشمه ديت لما بتيجي للفراخ بتقلل معايا الاوزان، وبتضعف معايا الطير، وتخلي الفرخ ما يشيلش معايا وما ياكلش كمان. تلاقيه باعد عن العلف، ما بيسحبش في العلف قد كده، فما بيشيلش معايا وزن. فاحنا عاوزين بقدر الامكان ما يحصلش عندنا المشاكل دي. حاجتين مهمين هنتكلم عليهم النهارده يا جماعه، حاجتين مهمين هنعملهم. الحاجه الاولانيه ان احنا بنظبط الجو بتاعنا وبنهيئ الجو ان الفراخ ما يحصلش عندها المشاكل دي كلها. اول حاجه تاخد بالك منها في التوقيت ده الفرشه. واخد بالك الفرشه؟ يعني الناس اللي بتقول لك لا الفرشه ده انا ما بقربلهاش، لا. في التوقيت ده لازم نقلب الفرشه بتاعتنا اول باول، ولو حسينا ان الفرشه معرقه مبلله فيها حتت مش نظيفه يبقى لازم تتشال وتتغير تمام. لان موطن المرض كله بيجي من الفرشه. تعب صدر الفراخ بسبب تغيرات الجو غير شويه، الكلام ده بسبب الفرشه برضه. يعني لو الفرشه معرقه او مبلله، اي شويه هواء هتلاقي الفراخ بتاعتك خدت برد على طول. لان اصلا ارتفاع الفرخ فوق الفرشه ب 10 سم 15 سم، هو الفرخ بيعيش في الحته دي. اللي فوق ده كله ملوش لازمه. فالفرشه بالنسبه لنا مهمه جدا. لازم الفرشه تكون نظيفه، نهتم بيها، نقلبها اول باول، كل يوم لازم تتقلب. لو فيها اي مشاكل بنقشط الحتت اللي فيها مشاكل دي نرميها. ولو كانت حتت بسيطه بس اللي معرقه حوالين السقات وحوالين العلافات والكلام ده، بنقشطها نشيلها نرميها، وبنحط ايه شويه جير نقلبه في الفرشه اللي موجوده، وخلاص على كده يمتص الرطوبه. لكن لو الفرشه بتاعتي كلها مش نظيفه فيها مشاكل يبقى لازم تتشال. الحاجة التانية يا صلاح، افتح التهويات كلها على وسعها، ما تقفلش أي تهويات عندك في المكان. يعني ما تقولش ده أنا هلم التهويات بالليل أصل الجو فيه ساقعة، الكلام ده ما ينفعش. فرخ النهاردة 24 يوم، لازم أفتح التهويات كلها على وسعها طول النهار وطول الليل. بس أظبط المكان بتاعي. لو في عندي شباك حتى بيجيب هواء شديد بالليل زي ما احنا بنقول، ممكن أقربه شوية لو أنت فعلا متأكد إن الشباك ده بيدخل هواء ساقع. ولو إن ما أظنش الكلام ده اليومين دول، لكن ممكن تطلع في السهرة كده الساعة 1 بالليل ولا حاجة، تقف قدام الشبابيك بتاعتك. وخصوصا لو مزارع التهويات في المزارع بتبقى كبيرة شوية عن البيوت. فبتقف قدام الشباك البحري بتاعك، لو شايف ان هو الساعة 1 الساعة 2 بالليل كده بيجيب هوا ساقع، فبلمه شوية. لكن غير كده التهويات بتاعتي مفتوحة على وسعها.
والحاجة برضو المهمة اللي نتكلم عليها إن إحنا لازم نغير المية بتاعتنا أول بأول. ما تخليش السقاية يقعد فيها مية قدام الفراخ أكتر من 4 5 ساعات. أكتر من 4 5 ساعات المية لما بتسخن بتعمل معاك أصلا إسهالات. يعني أنت في أوقات كده بيجي لنا الفراخ عندها إسهالات مرغية، إسهالات بني مرغية كده، أو لون العلف بس مرغي أو بيضة. الكلام ده كله ما بيبقاش مرض، يعني مش عشان عنده كوكسيديا ولا كوليستريديا ولا عنده اي نوع من انواع الامراض. ده كل المشكله كلها انك مش مظبط الفرشه، وانك بتسيب الميه تقعد مده طويله قدام الفراخ في الحر اللي احنا فيه ده. في الحر اللي احنا فيه ده يا سيدي لازم تشيل الميه من قدام الفراخ كل 4 5 ساعات، او تقلل الميه من الاساس. يعني لما تيجي تحط ميه ما تحطش ميه كتير، حط ميه قليله، نص السقايات مثلا، ولما تخلص اغير تاني، ما عنديش اي مشكله. انا مش هتعب يعني بزياده. ده هو ده الوقت اللي فيه خدمه للفراخ، من عمر 24 يوم او 23 يوم لحد 28 29 يوم، 6 ايام بس. اسبوع يا اخي، اسبوع هتتعب بزياده. فخد بالك من فراخك خلال الاسبوع ده. عاوز تكسب في الفراخ البيضة وعاوز ربنا يكرمك، لازم تبقى صاحي للفراخ بالنهار وبالليل، واخد بالك من فراخك، تأمن الفراخ بتاعتك من أي مشاكل ممكن تحصل. تمام؟ يبقى احنا قلنا أول حاجة هنعملها لازم نظبط الفرشة بتاعتنا. الحاجة التانية، التهويات بتاعتك مفتوحة على وسعها بالنهار وبالليل، ولو حسيت إن في شباك بحر بيجيب هوا زيادة خد بالك منه يا سيدي، لم التهويات، ما عندناش أي مشكلة. الحاجة التالتة إن أنا ما بحطش المية بتاعتي قدام الفراخ طول النهار والليل متواصل. يعني إحنا حتى لو أنت البيطري قال لك حط علاج، بتحط العلاج بتاعك من 8 ساعات ل 12 ساعة زي ما بنقول كده، برضه ما تخليش المية بتاعتك متواصلة طول النهار. بحط نص كمية العلاج بتاعتي 4 5 ساعات، ولما الفراخ تشرب المية ارجع انزل نص كمية الدواء التانية، ما عنديش اي مشكلة. المهم عندي ان انا لازم اغير المية اول باول. تمام؟ طب احنا كده ظبطنا الجو وظبطنا المكان للفراخ وخلينا الحته تمام التمام، الفراخ عندك هيبقى مزاجها 100 100. ايه تاني ممكن تعمله تخلي الفراخ بتاعتك تمشي معاك كويس خلال ال4 5 ايام الجايين دول؟ مناعه عاليه، حيويه عاليه، اوزان عاليه، الفرخ يبقى مزاجه في السحاب زي ما بنقول، عشان انا اللي استفاد بعد كده. لان كل الحاجات اللي انا بعملها للفراخ في الاخر انا عاوز الفرخ بتاعي يطلع كويس ويرمي معايا وزن. اي جرام فوق ال 2 كيلو هو مكسب صافي لك. يعني الفرخ بتاعك على 32 33 يوم لو عمل معايا 2 كيلو وربع، 2 كيلو و300، 2 ونص، انت متخيل ان فوق ال 2 كيلو اللي هو الربع كيلو ونص كيلو في الوزن بتاعك، ده مكسب بالنسبه لك صافي صافي، اعتبره ان ده مكسب فوق التكلفه. تمام؟ فانا لو عندي 100 فرخ، 200 فرخ، 1000 فرخ، 10000 فرخ، وفي كل فرخه طالع معايا ربع كيلو او نص كيلو مكسب، تخيل بقى اجمالي المكسب بتاعي في نهايه الدوره يبقى عامل معايا ازاي. فانا عشان اطلع فرخه حيويه حلوه، مناعه عاليه، يستحمل الامراض، وفي نفس الوقت يديني اوزان عاليه، في حاجه كمان هنعملها اللي هي الخلطات اللي بتتعمل عشان تزود الفرخ. وافضل الخلطات دي الخلطه اللي هي فعلا احنا بنقول عليها الخلطه الجباره اللي تعمل معاك كل اللي انت عاوزه مع الفراخ، اوزان عاليه، حيويه عاليه، كل حاجه. خلطه العسل مع الخميره. لاحظ ان احنا النهارده عمر 25 يوم، شايف شكل الفرخه عامل ازاي؟ ما شاء الله الفراخ ممتازه والحيويه ممتازه، حجم يعني بسم الله ما شاء الله، الفراخ متقسمه قدامك اهي. انت لو عاوز تبيع بعد 3 4 ايام هتبيع، بس احنا بنكمل الدوره بتاعتنا للنهايه لحد ال 33 يوم لحد ما بنطلع، وانت تشوف الفرخ بتاعك في النهايه عامل ازاي ان شاء الله. فانا في التوقيت ده عشان اخلي الاوزان ماشيه معايا بالشكل ده وترمي معايا اعلى واعلى باذن الله، هنعمل زي ما قلنا خلطه العسل مع الخميره. طب بنعمل خلطة العسل مع الخميرة ازاي عشان استفاد بها اقصى استفادة؟ اول حاجة لازم اكون معطش الفراخ قبل ما اعمل الخلطة دي. ويستحسن لما اجي اعطش الفراخ، اعطش الفراخ بتاعتي يا سيدي من بعد العصر بساعة او بساعتين، بشيل المية لمدة ساعتين. تمام؟ يعني انا لما بصلي العصر ان شاء الله هشيل المية من قدام الفراخ بتاعتي لمدة ساعتين. يبقى كده التوقيت بتاعي وصل معايا لايه؟ للمغرب. هاجي على المغرب باذن الله واكون مجهز العسل الاسود والخميره الفوريه. ادي العسل الاسود بتاعنا اهو، وادي الخميره الفوريه. الخميره الفوريه بتتباع في الماركتات، بتتباع في الماركت بالباكو، او بتجيب الخميره الفوريه اللي هو النص كيلو الكبير ده. لو انت شغال على طول في كميات فطبعا هتجيب بالنص كيلو احسن. تمام؟ بنحط معلقتين بمعلقه الاكل من العسل، معلقتين من العسل في السقايه اللي هي ال4 لتر، ونحط عليهم باكو خميره فوريه لو انت جايب بواكي، او بنحط معلقه خميره فوريه بمعلقه الاكل الكبيره من الكيس اللي هو النص كيلو ده لو انت جايب الكيس النص كيلو. تمام كده؟ يبقى احنا بنعطش من بعد العصر لمده ساعتين عشان الفراخ تبقى واقعه،
انا عاوز اول ما احط الخميره في الميه الفراخ تشربها، ما تقعدش قدامهم مده طويله، ما تخمرش ولا تعمل ريحه في الميه. تمام. يبقى بنعطش بعد العصر بساعتين، وبعد كده بحط معلقتين عسل اسود مع معلقه خميره فوريه او باكو خميره فوريه. بقلب كويس جدا، بقلب لحد ما حبيبات الخميره تدوب معايا خالص في الميه، ما تسيبش حاجه مكلكعه ولا الكلام ده. تقلب كويس جدا، وبعد كده بننزل الخلطه بتاعتنا اللي هي الخميره الفوريه مع العسل، ننزلها في الميه. لاحظ بقى الفوائد من الحركه اللي انا قلت لك اعملها دي، ان انت لازم تعطش الفراخ قبل ما تعمل الخلطه دي بساعتين ثلاثه. وكمان لما تيجي تنزل الخلطه تنزلها على المغرب، ما تنزلهاش بدري او في الحر. ليه؟ اولا لما نيجي ننزلها فتره العصر دي بعد تعطيش، اولا الخميره مش هتفسد ولا هتقعد مده قدام الفراخ، فمش مش هتخمر بدري بدري لانك مش حاططها في الحر، انت حاططها اخر النهار. الحاجه التانيه كمان، انت معطل ساعتين ثلاثه، اول ما بتنزل الميه بالخلطه بتاعتك ما شاء الله ما فيش نص ساعه تلاقي الفراخ خلصت. فبتلاقي كمان الفراخ بتاعتك بعد التعطيش، لان هي بقى لها ساعتين عطشانه، تلاقي الفراخ هجمت على الميه وقامت اتحركت معاك، فتلاقي كل الفراخ عندك ايه استفادت، ما يبقاش عندك فراخ ركنه ما استفادتش. لان انت لو منزل الخلطه اللي احنا عملناها دي دلوقتي، لو منزلها وكان في ميه قدام الفراخ، في فراخ كتير اصلا كانت شاربه، فهتلاقيها نايمه مكانها ولا راضيه تقوم ولا تتحرك. فكده يا سيدي احنا خلينا الفراخ عندك كلها تستفاد من الخلطه. الفرخ الضعيف، الفرخ اللي راكن ما بيبقاش عاوز يتحرك قد كده، هيستفاد من الخلطه ديت، فهتلاقيه بدا ان هو يحصل معاك الفراخ العاليه. تمام. فاحنا بنعطل ساعتين وبننزل الخلطه بتاعتنا، تلاقي الفراخ كلها قامت اتحركت زي ما انت شايف ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا كلها قامت تشرب، هتلاقي الفراخ صحتها كويسه. سحب الفراخ في العلف هيبقى عالي جدا يا جماعه، يعني حتى لو كانت الفراخ بدات انها تركن معاك شويه بسبب مشاكل تنفسيه زي ما بنقول او اي حاجه، اول ما بتعمل الخلطه بتاعه الخميره مع العسل تلاقي الفراخ بدات تسحب معاك في العلف. دي حاجه. الحاجه التانيه كمان، امتصاص الفراخ للعلف بيزيد، يعني الفراخ بتاخد القيمه الغذائيه اللي موجوده في العلف، ودي اهم حاجه عندي. انا مش عاوز الفرخ ياكل علف بس، انا عاوز ياكل علف ويحول لي العلف ده الوزن عشان استفاد بالوزن باذن الله. الحاجة التالتة كمان، انت بتعلي حيوية ومناعة الطير بتاعه، ودي اهم حاجة عندي خلال الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله، من عمر 24 يوم لحد 29 30 يوم. انا عاوز اعلي مناعة الطير بتاعي، فانا بستمر على الخلطة بتاعة الخميرة والعسل ديت كل يوم ويوم عادي، ما عنديش اي مشكلة. ترفع لك مناعة الطير وتعلي حيوية الطير، فبكده حتى لو لا قدر الله دخل عليه مرض شديد، دخل عليه فيروس، هتلاقي الفراخ اصلا مناعتها عالية بتقدر تصد الفيروسات دي. وكده كده بالطبيعي الخلطة دي أصلا بتزود معاك الأوزان بشكل جامد جدا. يعني أنت لو ما بتعملش الخلطة دي سيان مثلا، هنقول إن الفراخ متوسط الوزن هيرمى معاك على 32 يوم 2 كيلو و200 جرام، 2 كيلو 300. لا، لو ماشي على الخلطة دي طول الدورة هتلاقي الفرخ يرمي معاك 2 ونص و3، 3 الا ربع في الحدود دي. يعني ممكن الفرخ يفرق معاك نص كيلو، كيلو، بحاجة بسيطة جدا، حاجة مش مكلفة أساسا يعني. معلش باكل خميرة ده ب 2 3 جنيه، شويه عسل، حاجه بسيطه جدا، وانت اللي هتبقى مستفاد في النهايه. بكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا يا جماعه. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.